الرد جاء سريعا. الهلال يوقع مع لاعب النصر مجانا. اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من حلقات برنامجكم الجماهير سبورت، ومتابعه لكل ما يتعلق بالكره السعوديه والعربيه والعالميه، هنا فقط وحصريا على الجماهير سبورت. اضغط لايك واشترك في القناه وفعل الجرس ليصلك كل جديد. واليوم حلقه مهمه جدا عن نادي الهلال والمناوشات مع نادي النصر، حيث حصل نادي الهلال متصدر دوري روشن السعودي على توقيع عبد الرحمن غريب لاعب فريق النصر في صفقه انتقال حر. وبحسب المصادر الصحفية، نادي الهلال وقع مع غريب لمدة 3 سنوات بعدما دخل اللاعب الفترة الحرة التي تمنحه أحقية التوقيع لأي نادي دون الرجوع إلى ناديه الحالي. طبعا محاولات كانت تجري خلال الأيام الماضية لإتمام الانتقال خلال هذه الفترة، فترة الانتقالات الشتوية، وعدم استكمال عقد غريب مع النصر الذي بينتهي في شهر يونيو المقبل. وإدارة الهلال تدرس رحيل عبد الله الحمدان الذي وقع على نادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة مقابل انتقال غريب. يعني بما ان الاثنين وقعوا في الفتره الحره، فايه رايكم ان احنا اتفضل خد اللاعب بتاعك وانا هاخد اللاعب بتاعي ونخلص كده على طول. غريب انضم للنصر في صيف 22 بعقد يمتد ل4 سنوات، والهلال طبعا متصدر الجدول ويليه النصر. لكن رايكم ايه في هذه الصفقه؟ طبعا صفقه فيها نوع من انواع التنافس. يعني فعلا تنافس قوي جدا في بين الناديين على اللعيبه، يخليهم يروحوا يعني يعملوا هذه الامر. آه فعلا يعني الموضوع كان في نوع من انواع المنافسه الشديده. طبعا على ارض الرياض صار الخبر صارخ. الهلال بيوقع لاعب ما فلوس. الامور فيها تنافس قوي جدا جدا من جانب الناديين، والتنافس ده هيظهر كمان الايام المقبله في اللعيبه اللي موجوده هنا وهنا. اللي حصل اسمه ضربه معلم. في الوقت اللي الكل مستني صفقات بالملايين، الهلال رد، بس رد بصفقه عبد الرحمن غريب، وقع له مجانا. ودي جمله كافيه تعمل صداع في الرياض كلها. الهلال مستناش، ما دخلش مزايدات، استغل اللائحه واشتغل بعقل بارد، والنتيجه لاعب جاهز، خبره محليه، وانتقال يوجع المنافس. السؤال هنا، ليه الهلال عمل كده؟ والسؤال الحقيقي، ازاي النصر ساب ده يحصل؟ احنا مش بنتكلم عن لاعب عادي يا جماعه، احنا بنتكلم عن لاعب كان جزء من مشروع، وفجاه بقى اداه في مشروع الخصم. ورساله واضحه جدا، الهلال مش بس بيكسب في الملعب، الهلال بيكسب قبل الماتش وعلى ورق وفي توقيت وفي قراءه صح. الدوري مولع والموسم طويل، بس الليله دي النقطه راحت للزعيم من غير ما يسدد ولا تسديده، والباقي هيبان في الملعب. عموما اكتبوا لنا رايكم في التعليقات، وشايفين الصفقه دي ضربه معلم فعلا ولا لا. شكرا لكم والى اللقاء. الرد جاء سريعا. الهلال يوقع مع لاعب النصر مجانا. اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من حلقات برنامجكم الجماهير سبورت، ومتابعه لكل ما يتعلق بالكره السعوديه والعربيه والعالميه، هنا فقط وحصريا على الجماهير سبورت. اضغط لايك واشترك في القناه وفعل الجرس ليصلك كل جديد. واليوم حلقه مهمه جدا عن نادي الهلال والمناوشات مع نادي النصر، حيث حصل نادي الهلال متصدر دوري روشن السعودي على توقيع عبد الرحمن غريب لاعب فريق النصر في صفقة انتقال حر. وبحسب المصادر الصحفية، نادي الهلال وقع مع غريب لمدة 3 سنوات بعدما دخل اللاعب الفترة الحرة التي تمنحه أحقية التوقيع لأي نادي دون الرجوع إلى ناديه الحالي. طبعا محاولات كانت تجري خلال الأيام الماضية لإتمام الانتقال خلال هذه الفترة، فترة الانتقالات الشتوية، وعدم استكمال عقد غريب مع النصر الذي بينتهي في شهر يونيو المقبل. وإدارة الهلال تدرس رحيل عبد الله الحمدان الذي وقع على نادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة مقابل انتقال غريب. يعني بما ان الاثنين وقعوا في الفترة الحرة، فايه رأيكم ان احنا اتفضل خد اللاعب بتاعك وانا هاخد اللاعب بتاعي ونخلص كده على طول. غريب انضم للنصر في صيف 22 بعقد يمتد ل4 سنوات، والهلال طبعا متصدر الجدول ويليه النصر. لكن رأيكم ايه في هذه الصفقة؟ طبعا صفقة فيها نوع من انواع التنافس. يعني فعلا تنافس قوي جدا في بين الناديين على اللعيبه، يخليهم يروحوا يعني يعملوا هذه الامر. فعلا يعني الموضوع كان في نوع من انواع المنافسه الشديده. طبعا على ارض الرياض صار الخبر صارخ. الهلال بيوقع لاعب ما فلوس. الامور فيها تنافس قوي جدا جدا من جانب الناديين، والتنافس ده هيظهر كمان الايام المقبله في اللعيبه اللي موجوده هنا وهنا. اللي حصل اسمه ضربه معلم. في الوقت اللي الكل مستني صفقات بالملايين، الهلال رد، بس رد بصفقه عبد الرحمن غريب، وقع له مجانا. ودي جمله كافيه تعمل صداع في الرياض كلها. الهلال ما استناش، ما دخلش مزايدات، استغل اللائحه واشتغل بعقل بارد، والنتيجه لاعب جاهز، خبره محليه، وانتقال يوجع المنافس. السؤال هنا، ليه الهلال عمل كده؟ والسؤال الحقيقي، ازاي النصر ساب ده يحصل؟ احنا مش بنتكلم عن لاعب عادي يا جماعه، احنا بنتكلم عن لاعب كان جزء من مشروع، وفجاه بقى اداه في مشروع الخصم. ورساله واضحه جدا، الهلال مش بس بيكسب في الملعب، الهلال بيكسب قبل الماتش وعلى ورق وفي توقيت وفي قراءه صح. الدوري مولع والموسم طويل، بس الليله دي النقطه راحت للزعيم من غير ما يسدد ولا تسديده،
والباقي هيبان في الملعب. عموما اكتبوا لنا رايكم في التعليقات، وشايفين الصفقه دي ضربت معلم فعلا ولا لا. شكرا لكم والى اللقاء.